السلام عليكم، انا محمود باشا وهنا داتا ساينس بالمصري. النهارده احنا هنتكلم عن ال AUC وال ROC. ايه هو ال AUC؟ ال AUC ده اللي هو ال Area Under the Curve، وال ROC ده الكيرف. فهو ال ROC كيرف بيكون values ايه مرسومه قدام values ايه؟ بتكون ال True Positive Rate اللي هي ريكول مرسومه قدام ال False Positive Rate. انت لو عندك بيرفكت كلاسيفاير هيكون الاريا اندر ذا كيرف بتاعتك 1، اللي هو ده زي الكيرف اللي احنا شايفينه اللي واخد الاريا كلها ده. الراندوم كلاسيفاير اصلا الاريا اندر ذا كيرف بتكون بتاعته 0.5. فلو انت الموديل بتاعك البرفورمانس بتاعه الاي يو سي بتاعه اقل من 0.5، فانت احسن لك ان انت ترمي زهر وتجرب حظك ما تعملش موديل اصلا. نروح على الكود نشوف الاي يو سي والار او سي الدنيا فيه شغاله ازاي. هو ايه الجديد في الاي يو سي؟ ايه الجديد في الار او سي؟ ليه احنا بنستخدمه بدل البرفورمانس ماتريكس الثانيه؟ الاي يو سي والار او سي باي ديفينيشن هو ملوش علاقه بالثريشولد. يعني ما يعني البريسيجن بيتحسب عند ثريشولد معين، الريكول بيتحسب عند ثريشولد معين، والاف 1 سكور برضه طبعا بيتحسب عند بريسيجن معين. بس الار او سي والاي او سي بيجيب لك اوفر فيو للبرفورمانس بتاع الموديل بتاعك ريجاردلس اوف الثريشولد، لان هو بياخد ثريشولدز كتير، بياخد اول بوسيبل ثريشولدز وبيحسب عند كل ثريشولد ترو بوزيتيف ريت والفولس بوزيتيف ريت، وبعد كده بيعمل بلوت للار او سي كيرف. فانت لما تيجي تحسب الاي يو سي هي بتكون مترك مش اندبندنت من الثريشولدز المختلفه، مش زي البرسيجن والريكول. فاحنا عندنا هنا في الكود، احنا هنتكلم عن الداتا بسرعه. الداتا بنعمل لها لود في السكشن ده. بنشتغل على الامنس داتا سيت. الامنس داتا سيت فيه 10 كلاسز. كل كلاس تقريبا فيه 6000 صورة. الصور عبارة عن هاند ريدن ديجيتس من 0 لحد 9. كل صورة بيبقى فيها يا اما 0 يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3 كده. هنا حولناها لباينري كلاسيفيكيشن، ان احنا الكلاس بوزيتيف بتاعنا الصورة دي فيها رقم 5، الكلاس نيجاتيف الصورة ما فيهاش رقم 5. الكلاسيفاير اللي احنا بنميجر البرفورمانس بتاعه هو الستوكاستيك جريدينت ديسنت. نروح على حته الاي او سي والار او سي على طول. فهو الار او سي ممكن انت تحسبه، ممكن انت تعمل له بلوت، ممكن تعمل له بلوت بنفسك، تعمل له بلوت مانوالي. بس بان انت تحسب الترو بوزيتيف ريت وتحسب فولس بوزيتيف ريت وتجرب كل الثريشولدز المختلفه. بس هي موجوده اوريدي في اسكيولرن باكج مع الاسكيولرن، فمش محتاج تعملها مانوال. بتروح عامل امبورت بس الار او سي كيرف، تروح جاي مديله الاكشوال ليبلز و ال predicted labels. بس احنا هنا في الحقيقه مش مدين له predicted labels، احنا هنا مدين له الديسيجن سكورز بتاعت الستوكاستيك جريدينت ديسنت، وهو بيعمل حته البريدكشنز دي على حسب الثريشولدز المختلفه اللي هو بيحسبها. طبعا احنا هنا بنعمل بلوت للار او سي كيرف. فانت عندك الار او سي كيرف كل لما الثريشولد بيزيد الترو بوزيتيف ريت بيقل، اللي هو الريكول. يعني احنا لو جينا بصينا هنا كل لما الثريشولد بتاعك بيعلى بتزيد عندك النيجاتيف بريدكشنز. ففي الايكويجن هنا بتزيد الفولس نيجاتيفز، فبالتالي الريكول بيقل. فده اللي بيحصل عندنا هنا. ده الار او سي كيرف. لما بتيجي تحسب الاريا اندر ذا كيرف، الاريا اندر ذا كيرف طلعت لنا 97%. بتعمل امبورت برضو للار او سي اي يو سي سكور باكج من اسكو ليرن، وتروح جاي حاسبه لك الاي يو سي سكور على طول. هو ده الار او سي وهي دي الاي يو سي. انا محمود باشا وهنا داتا ساينس بالمصري.